الله سبحانه وتعالى واخا خسرنا كأس افريقيا ولكن ربحنا العالم. اولا العالم كامل كيشهد باللي حنايا ملوك في التربيه. خلينا من افريقيا، دابا افريقيا رجعت محسوبه بوحديتها. حنا كنهضروا على العالم، العالم الحضاره، الناس اللي واعيه ومثقفه وعارفه فين عايشه وعارفه اش كتعمل. اما البنادم اللي باغي بحال اللي قال ديك الشاعر، انسان كنا بغينا نجبدوه من المستنقع حيت هو ضفدع، وبغينا نبينوه للعالم باللي افريقيا تا هي فيها الضوء. ولكن والو، في الاخير ديك الضفدع عاجباه الحياه في المستنقع، بغى يبقى تما. والعالم هادشي هذا اللي استفد منه، عرف باللي المملكه المغربيه الشريفه ما عندها حتى شي علاقه اطلاقا بتاتا مع افريقيا. العقليه أوروبية، الحياة أوروبية، بنية تحتية، الملاعب، التربية، فيما جيتينا المغاربة ما عندهم حتى شي علاقة بإفريقيا من ناحية التربية ولا الحضارة ولا التقدم ولا وزيد وزيد وزيد، راه ما يتقارنوش معانا. دابا المشكل الواحد الإخوان، وهو أن كاين بعض الصفحات بزاف في التيك توك بالخصوص هما الكونتات جزائرية، وكيطلقوا الفيديوهات من الجزائر. ولكن المشكله شنو هي انهم كيدعوا باللي هما سينغاليين او مصريين او بالخصوص توانسه، حيت شافونا مؤخرا صلحنا القضيه مع التوانسه ملي جاو وعرفوا شنو هما المغاربه وعرفوا الكرم ديالنا. هذوك الناس عندهم تاريخ. يعني دابا تونس مثلا، هذوك الناس ما تجبرش معاهم مشكل. الدوله اللي عندها تاريخ عمرك ما تلقاها مع مشكل، لحقاش كيكون عندها تراكمات ديال التاريخ. اما دولة عندها 50 سنة 70 سنة بزاف 100 سنة، اش كتسنى من عندها من غير ان هي كتمنى تشوفك انتينا مدمر، اولا تشوفك في الارض، اولا تشوفك ما عندك شي بنية تحتية، متاخر، عندك مشاكل. فهمتي؟ هذا هو المهم. اما دولة كيكون عندها تاريخ، خلينا دابا حنا دابا تونس نفوتوها. المشكلة قلنا هي الجزائريين اللي من تحلين الصفات ديال المصريين والسنغاليين، وكيبغيو يعملوا الفتنه. خلينا راه الفتنه بمعنى الكلمه. ودابا المشكله شنو كيعملوا؟ كيشبروا في عاد الفيديوهات اللي ملي كانوا المغاربه معصبين وكانوا كيقولوا شي كلمات، راه اي واحد كيكون كيتكلم راه كيكون الساعه د العصب ما كيفطنش. شبروا ديك الكلمات وترجموهم بالفرنسيه وبالانجليزيه وبداو كيصيفطوهم للسنغاليين. فهمتوا؟ يعني اي كلمه خرجت من الفم ديال شي مغربي سواء في الساعه د العصاب او لا حقيقه او لا، ما تبقاش غير كلمه عابره. كونوا متاكدين باللي عاد تترجم وعاد تصيفط للسنغالي. حنا ما كنهضروش على راسنا، حنا كنوقروا كنحترموا ديك الناس اللي عايشين تما، مجوجين تما، بوليداتهم تما، عندهم محلات ديالهم، بيع وشرا، حياتهم مرهونه مربوطه تما. يعني دابا تصور كون كان غير ديك ضربه الجزاء تماركاز ديال ابراهيم دياز مثلا، غير ديك اللي كانوا محتجزين في القهوه وفي الملبانه، غير ديك الاخوان اللي كانوا في المدرسه في الكليه وفي الجامعه، يعني راه كاغدنا باقي لحد الساعه الله يحفظ كاغدو باقي العزو. فهمتوا؟ يعني من الاحسن حنايا واخا تعصبنا واحد اليومين ولكن احنا كنتفرجوا فيهم واحد بواحد. الله سبحانه وتعالى الجزائر ها هو بلاها 24 ساعه مور كاس افريقيا تبلات في غليزان، الجزائر كامله تغرق بقبق. والسنغال انتم شفتوا شني ديال الغرامه على المنتخب، ومدرب سنغالي توقف الى يوم غير معلوم حتى شوفوا شنو يعملوا اللاعبين. قال لك ما يلعبوش المقابلات الثلاثه الاولى في كاس العالم، وزيد 11 لاعب عيتلقى عقوبات. يعني يا الاخوان، الحمد لله ونشكره على اللي عطانا. وخا ما دينا شي كاس افريقيا، ربحنا حب العالم ودينا كاس القلوب. ما نتجروش وما نتزرفوش مع ديك الصفحات اللي كتدعي باللي هي سنغاليه او مصريه او افريقيه كما بغات تكون، وهي صفحات جزائريه في الاصل. حيت ملي كتدخل الفي بي ان ديالها كتعطيك الجزائر، ولكن انت في الاول تقدر تسمع فرونسي، تقدر تسمع ديك اللغه، يجيب لك الله افريكانوس. ولكن لا دخلتي للفي بي ان عاد تجبر جزائريه والبث مطلوق من الجزائر. ولهذا الاخوان، سيدنا الله ينصرو امير المؤمنين قال باللي هذه مخططات، ياك اعترف بها باللي هي مخططات ضدنا. يعني احنا خصنا نخدموا عقلنا شويش ونعرفوا ونستوعبوا. مادام سيدنا الله ينصرو قال باللي هي مخططات، اذا انت حنايا خصنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع هذه المخططات. ما نساقوش يمر كلمات
في البث تيك توك اولا في يوتيوب اولا شي واحد من ديك هرقه وباغي يطلع القناه على حساب خوتو المغاربه. كنتمنى الاخوان يطلع له هذا الفيديو هذا ما يخرج حتى يعمل ابوني ويعمل لايك. ومرحبا به عندي دائما. الله الوطن الملك وعاش الملك.